اسمك ايه وعرفني بنفسك؟ محمد شهيد محمد من عرب المقابلة. كلية وفرقة. كلية حقوق في الأول. حلمك ايه او نفسك تبقى ايه؟ أبو مدير بنك. طب ازاي وانت في حقوق؟ هي جت معاك كده. يعني انت اساسا كنت انت حلمك كده بجد ولا انت جت معاك كده أنا دلوقتي؟ بصراحة كان حلمي أخش الكلية الحربية بس محصلش نصيب. طب ثانية، وانت ممكن تقدم تاني صح؟ تمام؟ طب ليه ما حصلش نصيب؟ انت ممكن عادي تكمل. بقى. لا أنا ممكن إن أقدم السنة الجاية إن شاء الله. ان شاء الله، يعني لو اعتقد حكم انك نصيب. هتستسلم ولا مش هتستسلم؟ لا ما استسلمش أصلا. يعني لو مثلا حصل معاك دروب وان شاء الله يتقبل، ومثلا نفترض انه اترفض، هتقول خلاص؟ عادي بقى نصيب. حاجة نصيب. بتاعت طب ما انت ربنا. ممكن تحاول تاني هي وتالت ورابع. المفروض إنها ليها 3 مرات. تمام، عادي مرتين اخر 3 مرات. ومرة بعد الجامعة. طب ماشي، ايه الفكرة ان هما مثلا، طب وانت صغير مم. ايه مثلا الاحلام اللي انت كنت عايز تحققها؟ هو كلها الحربية. يعني هو كان معاك من وانت صغير؟ طب مين اللي دعمك في الموضوع او اللي كان معاك؟ أبوي. حاجة ممتازة جدا ان حد من بيتك بيدعمك. طب وانت تحب تقول لاصحابك ايه اللي في فئتك العمرية، ان يكون مثلا لو كل واحد عنده حلم اكيد وهدف، واوقات بيستسلموا زي ما انت كنت ناوي تستسلم، تحب تقول لهم ايه؟ محدش يستسلم، واحنا ولاد مصر وضد الكسر. هو طبعا مقولة حلوة، بس طبعا عايزين نقول لهم اكتر ان كل واحد لو استغنى عن حلمه وهدفه هو ما بقاش انسان يعتبر. ايوه صح. يبقى انت عايش من غير هدف، يعني عايش في كده. بس الكلام مش ليك طبعا، ده كلام للناس اللي ما عندهاش حلم او استسلمت. صح. وانت ان شاء الله مش هتستسلم. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء تستسلم الله. ان شاء الله.